أهلا بيكم. كتير مننا بيوصل لمرحلة كده يعني يحس إنه محبوس في شغله، شغل مش بيحبه. ده إحساس صعب ومحبط جدًا، وبيحصل لناس كتير فعلًا. بالظبط. فالنهاردة عايزين نشوف كده شوية أفكار عملية نعمل إيه في الوضع ده. أفكار بعيدة عن فكرة خلاص استحمل، أو المغامرة الكبيرة بتاعت سيب كل حاجة وابدأ مشروعك. تمام. المصادر اللي اعتمدنا عليها النهاردة جاية من تجربة وبحث واحد كان فعلا مش مبسوط في شغله كطبيب، ودور كتير على حلول. مضبوط. والأساس هنا إننا نفهم الأول هو ليه الواحد ممكن يوصل لكده، ليه يكره شغله؟ غالبًا بيكون ناقص حاجة من 3: الاستقلالية، يعني يبقى عندك مساحة حرية شوية. أوتونومي يعني. أيوه، الautonomy. والتانية هي الإتقان، الmastery، إنك تحس إنك بتتعلم وبتكبر في شغلك. والتالتة؟ التالتة هي الهدف، الpurpose، تحس إن اللي بتعمله ليه معنى، ليه لازمة أكبر منك. والأفكار اللي هنقولها النهاردة بتلف حوالين فكرة إنك محتاج تبني رصيد مهني الأول. رصيد مهني؟ أيوة، زي ما كان نيوبورت بيقول تبقى عندك قيمة الأول عشان تقدر بقى تطلب الحاجات دي أو تخلقها لنفسك. فهمتك. ده مدخل كويس قوي. طيب خلينا نقسم الموضوع ده لثلاث مسارات كده عشان يبقى أوضح. المسار الأول هو السريع، نقدر نقول عليه قصير المدى، شوية تعديلات بسيطة تكتيكية. بالظبط، يعني تغييرات صغيرة كده ممكن تعملها على طول في يومك العادي، مش لازم ثورة يعني. تمام. وأول استراتيجية في الحتة دي عجبتني قوي، اسمها تقويم الطاقة. دي لطيفة جدا. فكرتها بسيطة خالص. آخر كل يوم تبص على اللي عملته في الشغل، الحاجات اللي ادت لك طاقة ونشاط تديها لون أخضر. والمحايدة أصفر مثلا. أيوة. والحاجات بقى اللي استنزفتك خالص وموتتك دي تاخد أحمر. مع الوقت هيبان لك فين المشكلة بالظبط، إيه أكتر حاجة بتسحب طاقتك. والهدف هنا مش إن التقويم يبقى كله أخضر، ده مش واقعي طبعا. لا طبعا، الهدف بس إنك بالتدريج تحاول تزود الأخضر وتقلل الأحمر. مجرد إنك تعمل كده ده بيديك إحساس بسيط بالسيطرة، يعني حتة استقلالية صغننة. بالظبط. وفي استراتيجية تانية قريبة من دي اللي هي صياغة الوظيفة أو الجوب كرافتنج. يعني بدل ما تستنى التغيير يجي من بره، أنت اللي بتحاول تخلق مساحة لنفسك جوه الشغل. زي إيه مثلا؟ زي المثال بتاع الطبيبة اللي كان عندها فضول ناحية الكمبيوتر وأنظمة المستشفى الإلكترونية، وبدأت تتعلم فيها وتدخل نفسها أكتر لحد ما قدرت تعمل لنفسها دور جديد كده، ميكس بين الطب والتكنولوجيا. هايل. هي كده مارست الإتقان في حتة جديدة وخلقت لنفسها مساحة استقلالية زيادة. الفكرة إنك تتبع فضولك جوه شغلك. دي نقطة ممتازة فعلا. الواحد يلاقي مساحة للنمو حتى لو مش مبسوط في الدور الأساسي. طيب لو التعديلات الصغيرة دي مش جايبة همها قوي أو مش كفاية، هنا بقى ندخل على المدى الأطول شوية. المسار التاني، بناء الرصيد المهني. أيوة. وهنا الفكرة المحورية هي بتاعت خليك شاطر لدرجة إنهم ما يقدروش يتجاهلوك. بالظبط، يعني تضيف قيمة حقيقية للمكان. وهنا بقى في استراتيجيات محددة. أول واحدة ممكن تبان غريبة شوية، ابلع الضفدعة للمدير. يعني إيه دي؟ يعني تشوف إيه أكتر حاجة مديرك بيكره يعملها أو صعب عليه أو ما عندوش وقت ليها، وتروح أنت تتعلمها وتعملها كويس وتشيلها من عليه. فهمت، يعني بتحلله مشكلة كبيرة. بالظبط. والأهم إنك تسأل أسئلة مباشرة. إيه أكتر حاجة لو عملتها تفرق معاك جدا؟ إيه اللي يخليك مبسوط وتديني زيادة؟ الفكرة إنك تثبت قيمتك الأول بشكل استباقي، ده بيعلي رصيدك قوي عندهم. وبعدين تستخدم الرصيد ده عشان تطلب بقى مساحة أكبر، استقلالية، أو فرصة تتعلم حاجة جديدة. تمام. بس ممكن الواحد يلاقي نفسه بيعمل حاجات هو كمان مش بيحبها؟ ممكن في الأول بس دي وسيلة لهدف أكبر. لما تثبت إنك بتحل مشاكل كبيرة، موقفك بيبقى أقوى بكتير. وده يودينا لاستراتيجية قريبة منها: خليك الشخص اللي بيلاقي حل، البروبلم سولفر. دي سمعة لوحدها تفتح أبواب. جدا. لما الناس تعرف إنك بتقدر تتصرف في المواقف الصعبة حتى لو أول مرة تشوفها. والميزة دلوقتي إن في أدوات كتير ممكن تساعد، يعني أدوات الذكاء الاصطناعي مثلا ممكن تساعد أي حد يبحث ويتعلم بسرعة ويلاقي حلول. صحيح. السمعة دي في حد ذاتها رصيد مهني قوي. تمام. الاستراتيجية الخامسة بتتكلم عن توسيع مفهوم المقابل أو الكومبنسيشن. دي مهمة قوي، احنا دايما بنركز على المرتب وبس. وهو بيقول لأ، المقابل ده أشمل بكتير، بيشمل فرص التعلم، يعني الإتقان. والعلاقات والشبكات اللي بتبنيها، الخبرات اللي بتكتسبها. بالظبط. المرتب مهم طبعا، بس هو بيسميه عامل نظافة، hygiene factor. حامل نظافة؟ ازاي يعني؟ يعني لو قليل هيضايقك جدا،
وهيخليك مش طايق المكان. بس لو زاد، ده لوحده مش هو اللي هيخليك تحب الشغل أو تلاقي فيه هدف. فهمت، يعني هو بيشيل الوحش بس مش بيجيب الحلو بالضرورة. بالظبط كده. لازم نبص للصورة الأكبر، للقيمة اللي بناخدها. جميل التشبيه ده. والاستراتيجية السادسة في بناء الرصيد ده هي اقتحام الأبواب الموربة. Dive through cracked doors. يعني إيه؟ يعني تخلي عينك مفتوحة كده على الفرص الصغيرة اللي ممكن تبان على جنب، مش رسمية. زي الأمثلة اللي في المصدر، واحد سمع إن موقع جمعية خيرية فيه مشكلة، فعرض يساعد بخبرته ببلاش في الأول. أو الشابين اللي عرفوا إن شخصية مشهورة بتفكر تعمل تيك توك، فراحوا عرضوا عليه يديروه هم. يعني تشوف فرصة صغيرة وتدخل فيها بكل قوتك. بالظبط. الفرص دي بتيجي من المبادرة والفضول، وممكن تفتح لك سكة تانية خالص فيها استقلالية وهدف. كل دي طرق ممتازة عشان تبني قيمتك ورصيدك على المدى الطويل. لكن ممكن برضو رغم كل ده الواحد يوصل لقناعة إن المكان ده خلاص مش نافع. وهنا هيجي المسار الثالث، مسار الخروج المدروس. أيوة، لما الحلول اللي فاتت ما تجيبش نتيجة أو الواحد خلاص مش عايزها. وهنا بقى في تحذير كبير قوي في المصادر. أرجوك بلاش استقالة فجائية وتجري ورا حلم مشروعي الخاص من غير أي تحضير. دي غلطة شائعة للأسف. النصيحة الأقوى هي ابدأ بتجربة المشروع الجانبي الأول، Side Hustle Experiment، وانت لسه في وظيفتك الأساسية عشان الأمان المادي. لازم نفتكر إن الصورة الوردية بتاعت ريادة الأعمال دي مش حقيقية دايماً. في صعوبات وتحديات ضخمة جداً بيسموها مضغ الزجاج. وفي كمان فكرة تحيز البقاء، إننا بنسمع بس قصص اللي نجحوا وبننسى كل اللي حاولوا وفشلوا. بالظبط. التجربة الجانبية بتخليك تختبر الفكرة وتتعلم من غير ما تكون المخاطرة مميتة. والمفارقة الجميلة إن المهارات اللي اتعلمتها في المسار التاني زي حل المشاكل وبناء القيمة واقتناص الفرص هي دي نفسها اللي هتزود فرص نجاح أي مشروع جانبي تقرر تعمله. يبقى كملخص سريع كده، عندنا 3 مسارات لو مش مبسوطين في شغلنا. الأول، تعديلات صغيرة وسريعة عشان نحسن الوضع الحالي وناخد شوية سيطرة. والتاني، استثمار طويل المدى في بناء قيمتنا ورصيدنا المهني عشان نقدر ناخد استقلالية وإتقان وهدف بجد. والتالت، لو كل ده ما جابش نتيجة، يبقى نفكر في خروج، بس خروج مدروس ومحسوب، والأفضل نبدأ بتجربة جانبية الأول. والتركيز دايماً على اللي في إيدينا، اللي نقدر نغيره بأفعالنا إحنا. تمام قوي. وفي نقطة أخيرة كده ممكن نفكر فيها. يمكن الهدف مش لازم يبقى بس إننا نحب شغلنا بالطريقة التقليدية. يمكن الأهم هو إزاي عملية بناء المهارات دي نفسها، الإتقان، حل المشاكل، اقتناص الفرص، بناء القيمة. إزاي العملية دي ممكن تغير علاقتنا إحنا نفسنا بمفهوم الشغل. تقصدي علاقتنا بالعمل كفكرة مش بس بالوظيفة دي بالذات؟ بالظبط. يمكن ده التحول الأعمق والأكثر استدامة في الآخر، بغض النظر عن المسمى الوظيفي إيه أو إحنا فين.